عثمان بن عفان رضي الله عنه واقر معاويه على امارته. غزا معاويه ارض الروم وكان على راس صائف، وقدر يوصل لحد عموريه جنوب انقره دلوقتي. معاويه كمان بعت حبيب بن مسلمه الفهري على ارمينيا، ولما حبيب وصل لقى جيش الاعداء اكثر من 80,000، فبعت لمعاويه يطلب من خليفه المسلمين امدادات، وبالفعل بعت له سلمان بن ربيعه ومعاه 6000 مقاتل، وقدر المسلمين يهزموا جيوش الاعداء كلها. وبعد ما استقر الحال شويه في الشام، معاويه ما وقفش عند فكره الجيوش البريه بس، ده كان شايف ان البحر مفتاح مهم جدا لقوه المسلمين. راح المره دي لعثمان بن عفان وطلب منه انه يبني قوه بحريه. في الاول كان في تردد، لكن في الاخر وافق، بس بشرط بسيط: ما تجبرش الناس على الغزو في البحر، اللي يجي بارادته انت حمله وساعده. وفعلا معاويه بدا يجهز الاسطول الاسلامي من سواحل الشام، من عكا ومن صور من طرابلس، وبدات السفن تتبني. واول غزوه بحريه كانت على جزيره قبرص سنه 28 هجريه. دخل معاويه الجزيره وكان معاه جيش من الشام، وعبد الله بن ابي الصرح جاي من مصر بيساعد بالاسطول المصري. والنتيجه ان قبرص صالحت المسلمين على ان هم يدفعوا 7000 دينار سنويا. وكان في الحمله دي كبار الصحابه، ومعاويه كان دايما ذكي في اختيار رجاله. في سنه 31 هجريا حصلت واحده من اضخم المعارك البحريه في تاريخ المسلمين، معركه ذات الصواري.